هو القلب اللي بيجرحنا في حاجة أكيد جرحاه، ولا هو بس محتاج يتربى؟ مش عارف تجاوب؟ طب هسألك سؤال كمان، ليه مش بتسمي الحاجة بمسمياتها الصح؟ يعني ليه بتقول على الشخص اللي عنده برود في المشاعر من ناحيتك إن ده غامض وتقيل؟ وليه بتحول التلاعب والمانيبيوليشن وإنه شوية يظهر وشوية يختفي، شوية عاملك حلو وشوية عاملك وحش، بيتحول عنك بقى لشغف، اللي هو ده انا عايزه اوصل لده؟ بتشوف المايند جيمز والتلاعب اللي بيعملوا عليك انه اسلوب تواصل معقد، ان هو لسه ما تعودش عليا ولسه ما حبنيش. عقلك بقى بيتذاكى، بيقعد يدور ويحلل ليه الشخص اللي بيأذيك ده بيأذيك، وبيدور له على تبريرات. انت بتروح للناس المعقدين دي لان مخك دايما عايز تحدي، عايز تشالنج، عايز لغز يحله. لكن بتشوف ان العلاقات الصحيه الهاديه دي حاجه ممله، ومش هتثير فضولك ولا اعجابك، ومش هترضي جواك دور المنقذ في العلاقات اللي محتاج يظهر كده ويشم نفسه. وهنا بقى بيحصل الخلط. انت بتفسر التشويش العاطفي اللي انت عايش فيه في العلاقة المؤذية دي على انه إثارة فكرية لمخك انه يشتغل ويحل اللغز ويقبل التحدي. وذكائك بقى بيتحول لدرع عشان يحميك من مواجهة الحقيقة المؤلمة. والحقيقة بتكون إن الشخص ده مش عايز يلتزم معاك، مش عايز يتواصل معاك، ومش ناوي إنه يغير نفسه عشانك. فتبدأ تخلق نظريات وهمية ومعقدة عن ماضيه وإمكانياته وشخصيته. أكيد هو اتجرح، أكيد مر بحاجات صعبة، أكيد باباه ومامته كانوا معقدينه وبيعاملوه زي معاملة الكلاب الجربانة في الشارع. فيبدأ مخك يبني نظريات وهمية ومعقدة عن حياته وماضيه والأسباب اللي مخلياه يعمل كده. لكن صدقني أوقات التفسير البسيط بيكون هو الصح. هو مش مهتم كفاية، الشخص اللي بيأذيك مش مهتم بيك كفاية، مش مستعد إنه يلتزم عشانك أو يدخل في علاقة، مش قادر يديك الحب اللي انت بتدور عليه أو الحب اللي انت تستاهله. خلي بالك، هقولك على حاجة، العلاقات الصحية مش ألغاز معقدة. العلاقات الصحية بتكون تجارب مباشرة وواضحة للحب والرعاية المتبادلة والاحترام. فبطل تفسر للناس اللي بيؤذوك إن هم يؤذوك، وابعت الفيديو ده لأي حد محتاج إنه يسمع الكلام اللي فيه.